السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة معانا شوية تحابيش كده. انا قلت اجيب لكم صور من الفيديوهات القديمة عشان تتعرفوا على القناة بتاعتي. وقلنا نجيب برضو أكلة هي تعتبر تقيلة بس خفيفة، أو مش بنعملها طبعا باستمرار. حاجة سهلة لو احنا عندنا كمية عيش كتير ومش عارفين نعمل فيها ايه، فطبعا مفيش أحسن من إننا نعمل طبق الفتة. احنا دلوقتي هنجيب بولة، او هنجيب الجريل بتاعنا. هنقطع العيش، كل العيش اللي موجود عندنا هنقطعه بالمقص بتاع العيش. بعد كده هنجيب البولة بتاعتنا او الجريل زي ما قلنا، هنحط فيه شوية سمن بس حلوة شوية يعني. كان عندي العيش كتير، انا بعمله وبسيبه كده. على فكرة العيال بتحب تقرمشه كده كويس قوي، بيبقى زي بتاع الكشري، بيبقى متحمر وبيبقى ليه نكهة جميلة قوي. انا بلفه بالسمنة كده. بعد ما بقدحها على النار بحط فيها العيش من غير ما بحطها على النار. بلف العيش في السمنة كلها، بخليه كله يبقى فيه اللمسة بتاعته. بعد كده باخده واروح جايبة صينية كبيرة او صاج، لو حد يعرف الصاج انا هوريهولكوا دلوقتي. اهو اللي بيبقى الكبير بتاع الكعك كده. انا بفضي كمية العيش كلها فيه. طبعا العيش كلها ملفوفة في السمنة بتاعتها. ممكن لو انتي عايزة تلفيها لفة على النار اوكي مفيش مشكلة، بس انا حطيته كده وفردته كله على بعضه. فتحت الفرن شوية من تحت علشان يسخن الفرن جدا. بعد كده طفيت الفرن وحطيت العيش وسبته على قفلة الفرن ليه. بعد حوالي 10 دقايق طلعته، لقيته كله ما شاء الله بيقرمش وطعمه جميل وريحته طبعا تحفة، لان انا حاطه عليه السمنة بتاعتي سمنة بلدي يعني. طيب هنجيب بقى الخلطة التانية. هنجيب فلفل وطماطم وتوم وبصل، هنقطعهم شرايح او ايا كان هتقطعيهم ايه. كده كده الحاجة دي هتتفرم كده. احنا جهزنا العيش هنحطه على جنب. هنجيب المفرمة ونفرمها، نفرم المكونات اللي احنا قلناها. طبعا اللحمة هتبقى استوت في اللحظة دي. هنحط على اللحمة نطلعها ونحطها في الطاجن بتاعها عشان هتدخل الفرن. هنكب عليها الخلطة اللي احنا عملناها، البصل والثوم والفلفل والطماطم، هنحطهم عليها وهنقفلها بورق الفويل. طبعا هيبقوا التحديق بتاعهم ملح وكمون. لو حابين فلفل اسود اوكي مفيش مشكلة، بس انا بحب الكمون مع الاكلة دي هتبقى احلى. بعد كده بندخلها الفرن، بتبقى تحفة، ريحتها بتقلب البيت، بمعنى كلمة بتقلب البيت. بنجيب الطبق الخاص بالفتة بتاعتنا وبنحط فيه العيش وبنسقسقه بالشوربة بتاعتها. وبعدين بنعمل الرز. انا بعمل الرز ابيض بالحبهان، بيبقى طعمه جميل جدا. والصلصة دي طبعا زي ما احنا عارفين صلصة توم، توم وطماطم وبصلة صغيرة جدا بس التوم اكتر. بنطفيها بالخل وبنحطها فوق الوش. طبعا ده شكل الطاجن لما طلع كان طعمه جميل. بتحطيه فوق الفتة، بتغطي عليها وبتبقى بألف هنا عليكم. لو عجبتكم الأكلة طبعا مش هتنسوني في اللايك وشير للفيديو. مع السلامة وباي باي.